طبعا، ما احنا طول عمرنا بناخد السبق يا مرتضى. انت بتروح للسبق في المكان اللي يستحق السبق. طيب انا عايز ابارك لكابتن طارق وبعدين اكلم حضرتك. الو، ايه المفاجآت الجامده دي يا كابتن طارق؟ معلش يا كابتن مدحت، والله غصب عني، انا كنت المفروض ابقى مع حضرتك النهارده بس لا ده كده احنا بالعكس كده احنا جميل كده جميل. يعني اعتذرت للاستاذ محمد بن صيام، يعني فانا بعتذر لحضرتك معلش. لا يا نهار ابيض، بالعكس ده شيء يسعدنا، ده انا اسيب البرنامج واجي لك اقعد معاك يعني. يا حبيبي ده نادي الزمالك، ده نادي الزمالك. طب قول لي يعني السؤال الطبيعي اللي انا هساله لك، انت مدير فني سنوات طويله، اي نعم انت اشتغلت مدرب عام مع هولمان انا عارف، لكن الكلام ده من سنين. ايه اللي خلاك يعني تقبل هذه المهمه كمدرب عام؟ والله يا كابتن مدحت بص اقول لك على حاجه، يعني بدون مزايده بقى والكلام اللي هو الانشا اللي بيتقال في المواقف دي، لكن ما ينفعش نادي الزمالك يبقى في الوضع دوت ونتخلى عنه، يعني ما يعني صعب والله. انا بقول الكلام ده من قلبي فعلا، لان الواحد عاش هنا في النادي ولحم كتافي النادي، من لحم كتافي الواحد من خير النادي، وما ينفعش ان نادي الزمالك لما يطلبك في موقع حتى لو هو زي ما قال المستشار مرتضى منصور اقل منك او اقل من يعني توصيفك الحالي. توصيفك الحالي دلوقتي، لان ما ينفعش ان الواحد يقول لا نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده زي ما بقول لك ده حاجه كبيره بالنسبه لنا طبعا، وما عنديش اي مشكله خالص التعاون مع الراجل قاعد معانا وما فيش اي مشكله خالص، هنتعاون ونحاول باذن الله ان شاء الله باذن الله مع اللعيبه مع مجلس الاداره ان احنا نحاول نطلع نادي الزمالك من مش عايز اقول الكبوه، ولكن اقول الحاله اللي احنا وصلنا لها بعد الخروج من افريقيا والخروج من الدوري، وربنا وفقنا. يعني عايزين بس الناس تدعي والناس تخلص في الشغل، اهم حاجه الاخلاص في الشغل واللعيبه تخلص في الشغل، ولينا يعني اسلوب مختلف تماما الفتره اللي جايه في الشغل بالنسبه للعيبه وبالنسبه للتدريبات وبالنسبه للشكل التيم، ونتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا يا كابتن مدحت. يعني طيب هو سؤال اخير يا كابتن طارق، اكيد كان ليك جلسه مع مرتضى بيه قبل ما تقعدوا الجلسه اللي على بعضيها دي. صحيح. يعني هل كان في حوار انه لازم يبقى لك صلاحيات في كذا، في انت فاهمني يعني؟ اكيد طبعا الكلام ده اتعمل والراجل خد بيه خبر دلوقتي، خد بيه خبر فيري جود طبعا اكيد في التشكيل وفي التغييرات وفي كل شيء وفي الاداء حتى في اللعيبه اللي جايه واللعيبه اللي هتمشي. كل الكلام ده احنا هنقعد معاه دلوقتي وهنحدد حتى اللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتيجي، بس طبعا مش النهارده يعني ان عندنا بطوله عربيه داخلين، فالكلام ده هيتاجل طبعا فتره لغايه لما نلعب البطوله العربيه ونشوف الناس الجديده اللي جت، لان في اقتراح ان الكاس يتلعب باللعيبه الجداد. لسه هنشوف الكلام ده دلوقتي برضو هيتنفذ وحياتك ان شاء الله. فكل الكلام اللي انا يعني اللي احنا بنطمع ان احنا نعمله يا كابتن مدحت، اتمنى التوفيق فيه اهم شيء، دي نقطه مهمه جدا ان انت عندك بطوله عربيه وعندك كاس مصر، ولا بديل عن الفوز بالبطولتين ان شاء الله باذن الله من خلال الشغل اللي هتعمله والكلام اللي ان شاء الله باذن الله هنعمله الفتره اللي جايه. ويعني نادي الزمالك هيشهد هدوء غير طبيعي في الكلام وفي التصريحات، لان انا يمكن كلمت المستشار مرتضى منصور وقلت له ابعد عن الفريق علشان الصداع اللي تسبب لك الفتره اللي فاتت، وهو الراجل الحقيقه قال لي ما عنديش مشكله. لسه في الانترو، لكن اللي انا سامعه ده شيء جميل جدا يا مرتضى بيه، طبعا شيء رائع جدا. وهم سامعوا من الراجل برضه دلوقتي. انا بص قعدت معاهم الاول قبل ما اقعد مع الراجل عشان اخد موافقتهم، فلقيت حاجه محترمه وراقيه، هو او حسين السيد برضه قاعد الراجل هو كان مدير كوره هكلمه حاجه هيكلمه اسماعيل يوسف رئيس قطاع عادي بيرجع مكانه، علاء عبد الغني بيرجع مكانه، قطاع الناشئين انا عرضت على خالد جلال اللي مش شخصيه محترمه يبقى رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. احنا ما بنفرطش في حد، احنا بس بنبدل الادوار. واخد بالك؟ ودول ابناء الزمالك الحقيقيين اللي بيظهروا في وقت صعب. لكن انا حزين يعني بعض الناس زملكاوي واخد بالك عنده برنامج كده كان مشان في قناه السعوديه واتطرد، مشان في قناه مصريه دلوقتي. عارف تعرف ولا ده عبيط كده واهبل واخد بالك قاعد يقول لك الزمالك مات، الزمالك انهار.
يا عم لم نفسك بقى بالمليارات. الزمالك ده حاجه عظيمه. الزمالك حاجه عظيمه. انا بقى الزمالك كلام لندن والزمالك لم تقوم له قائمه. ده انت لن تقوم لك قائمه. انما خليك انت كل يوم جمعه في النسوان اللي بيجيبهم من لبنان. بيني وبينك ما نقولش اسمه عشان ما نشهرش. لا مش هقول اسمه. لان انا اقسم بالله انا ما اعرف اتكلم على مين. طيب انا هسالك سؤال والله ما اعرفه. عايز اسال حضرتك، ايناسيو بيتكلم انجليزي؟ ايناسيو بيتكلم انجليزي. طب اكلمه بعد اذنك. يس اوكي. انما خليك انت كل يوم جمعه في النسوان اللي بيجيبهم من لبنان. بيني وبينك ما نقولش اسمه عشان ما نشهرش. لا مش هقول اسمه. لان انا اقسم بالله انا ما اعرف اتكلم على مين. طيب انا هسالك سؤال والله ما اعرفه. عايز اسال حضرتك، ايناسيو بيتكلم انجليزي؟ ايناسيو بيتكلم انجليزي. طب اكلمه بعد اذنك. يس اوكي.